أعرب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 عن ارتياح الحكومة الفرنسية بعد إعلان الجزائر العفو عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال. وقال لوكورنو أمام أعضاء البرلمان الفرنسي إنه يرحب بقرار السلطات الجزائرية، معرباً عن أمله أن يتمكن صنصال من الانضمام إلى عائلته في أقرب وقت ممكن، وأن يتلقى الرعاية الصحية لحالته الصحية. وكانت وكالة فرانس بريس قد أفادت سابقاً بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وافق على طلب ألماني بالعفو عن الكاتب بوعلام صنصال وفقاً لبلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية. ويذكر أن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قد طلب أول أمس الاثنين من نظيره الجزائري العفو عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي حكم عليه بالسجن 5 سنوات وغرامة قدرها 500 ألف دينار جزائري حوالي 3500 يورو في مارس الماضي بتهمة المساس بوحدة الوطن. وأوضح مكتب الرئيس الألماني أن الطلب جاء كبادرة إنسانية، مشيراً إلى أن صنصال يعاني من سن متقدم ووضع صحي هش، وأن ألمانيا ستتكفل بنقله وتوفير الرعاية الصحية له في أراضيها. وتعود جذور قضية صنصال إلى تصريحات أدلى بها في أكتوبر الماضي لوسيلة إعلام فرنسية يمينية تدعى فرونتيير، تبنى فيها طرحاً مغربياً مفاده أن قسماً من أراضي المغرب اقتطع أثناء الاستعمار الفرنسي وضم إلى الجزائر. واستخدمت كلمة طلب أفضل وأكثر حياداً وموضوعياً من كلمة حظ لموقع، لأنها لا توحي بالإلزام أو الضغط، بل تشير إلى التماس رسمي أو رغبة في موقف إنساني، وهذا مناسب أكثر، أليس كذلك؟